عدد كبير من العلماء حول العالم بيتخصصوا في علم الكائنات الحية الفضائية بغرض البحث والاستكشاف عن الكائنات دي، مع إن في كائنات كتير موجودة على الأرض أغرب مما يتخيله البشر أو يقدروا يفهموها. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن بعض من الكائنات الغريبة دي. الحيوانات اللي هنتكلم عنها النهاردة صعب إنك تتخيل طبيعتها من مجرد إنك تشوفها في صورة أو فيديو، لأنها في الحقيقة بتحمل أسرار غريبة. وأول حيوان معانا النهاردة هو حيوان السمندل المتجدد، وهو منتشر باسم عفريت الماء، ولكن ده مش عشان شكله بس. الحيوان المكسيكي الصغير ده بيعيش كل حياته في المية مع إنه حيوان برمائي، ليه وجه غريب وشعر ورا راسه بيمثل الخياشيم، وبيمتلك قدرات خارقة زي إنه بيقدر يجدد كل أطراف جسمه في حالة تعرض أي منها للإصابة. يعني لو حيوان تاني هجم عليه مثلا وأكل جزء منه، فالجزء ده بينمو تاني من جديد وكأن محصلش حاجة. مش بس كده، ده كمان في حالة إنه لما بيصاب بجرح فنزيف الدم ده بيتوقف خلال ثواني من الإصابة، وده زي اللي بنشوفه في أفلام الخيال العلمي. لكن حيوان السمندل حقيقي وعايش معانا، وبيتراوح عمره من 10 سنين ل 15 سنة. تاني حيوان معانا هو فأر الخلد العاري، ولقبه ده لأنه من الثدييات ذوات الدم البارد عديمة الفرو. بيعيش في أنفاق تحت الأرض، إلا إنه عكس ما أنت شايف فهو لا بيشوف ولا بيسمع، لكن عنده بعض المميزات المدهشة، زي إن طريقة حياته مشابهة شوية لحياة الإنسان، بحيث إنهم بيعيشوا في أسر ومجتمعات، لكن عندهم الأم هي الملكة وهي المسؤولة عن المستعمرة، وكل فرد في المستعمرة ليه رتبة ومكانة معينة، وبيتواصلوا مع بعض من خلال موجات وتغريدات، وبيفهموا بعض من خلالها. والأعجب إن كل مستعمرة ليها لهجة مختلفة عن التانية، وده اللي بتحدده الملكة بقوانين صارمة. وآخر معلومة معانا عن الخلد إنه عكس معظم الحيوانات بيقدر يعيش في بيئة منعدمة الأكسجين، والعلماء اكتشفوا إن هو بيمتلك مناعة خارقة ضد السرطان. الحيوان التالت معانا وهو دب الماء، وده يعد أغرب وأقوى حيوان موجود على وجه الأرض زي ما لقبوه العلماء، وده راجع لأسباب كتيرة وتجارب كانت نتيجتها إنه حيوان لا يميت شيء. زي ما سمعت بالظبط، حيوان لا يميت شيء. عرضوه لحرارة 450 درجة وما تأثرش، وكذلك لحرارة عكسية 273 درجة تحت الصفر وطلع منها حي عادي جدا. وكمان عرضوه لدرجة ضغط 600 وبرضه ما تأثرش، ده غير طبعا الإشعاعات الحارقة وعزله بدون ماء وأكسجين لفترات طويلة جدا، وفشلت كل محاولاتهم في إنهم يعرفوا هو ممكن يموت إزاي. وده فعليا لأنهم جربوا كل الأساليب اللي ممكن تموت أي حيوان حي وما ماتش. وفي النهاية بعد كل المحاولات دي العلماء قرروا إن هم يرسلوا منه 300 في رحلة خارج الفضاء، وده عشان يقدروا يعرفوا هو هيقدر يعيش في أي بيئة خارج كوكب الأرض ولا لأ. وزي ما توقعوا قدر يعيش خارج الأرض ويتكيف مع البيئة اللي هو اتحط فيها، وبعد ما خلص الرحلة دي رجع بشكل طبيعي وما حصلوش أي حاجة. والحيوان الخارق اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة وحير جميع العلماء حجمه لا يتعدى المليمتر، وهو بيقدر يعيش في المياه العذبة والمالحة، وبكل الصفات دي فهو يستحق لقب أغرب وأقوى حيوان على وجه الأرض. الحيوان الرابع معانا قنديل البحر، وهو حيوان كلنا نعرفه ومعظمنا اتلسع منه، إلا إن أغلبنا معرفش عنه غير شكله. قنديل البحر هو من الرخويات وما عندوش رأس ولا جهاز هضمي طبيعي، والأمعاء هي اللي بتستقبل الطعام، والحد كده مفهوم وطبيعي وكلنا تقريبا عارفين المعلومات دي. لكن اللي 90% مننا ما يعرفوش إن حيوان قنديل البحر يعتبر حيوان خالد، بمعنى إنه موجود من 500 مليون سنة وربما أكتر، والعلماء حتى الآن ما قدروش يحددوا له عمر معين بيموت فيه. بمعنى إن قنديل البحر مش بيموت إلا بمؤثر خارجي، زي إن حد يصطاده مثلا أو يقتله، أو حيوان في البحر يهجم عليه وياكله. ما دون ذلك فهو عايش ومكمل. خامس حيوان معانا وهو أخطر طائر في العالم، واسمه طائر الشبنم. طائر شكله جميل جدا، أقرب للنعامة ومش بيطير، متعدد الألوان وليه رقبة فيروزية، لكن ورا شكل الطائر اللطيف ده خطر ممكن يهدد حياتك. الشبنم بيعيش في غينيا أستراليا، طوله حوالي 1.5 متر، وبيتراوح وزنه من 60 ل65 كيلو. قدمه بتتكون من 3 أصابع تعتبر مخالب، طولها 13 سنتي، قوية بما فيه الكفاية إن هي تقتل حيوان مفترس أو تقتل إنسان، يعني ما انصحكش إنك تقترب منه. وده غير إن سرعته بتتراوح من 43 ميل في الساعة ل45 متر، وبيقدر يقفز أكتر من مترين، وزيه زي معظم الطيور بيتغذى على الفواكه والحشرات. لكن من سماته الأساسية والغريبة إنه طائر عدائي جدا، سريع الغضب، وبيهاجم أي حد بيقترب منه أو بيترصده. يعني لو فكرت إنك تقترب منه فبنسبة كبيرة هتتصاب بركلة ممكن تؤدي إلى الوفاة.
وده بسبب قوة قدمه وعظامه السميكة، ده غير المخالب بتاعته الأشبه بالخنجر في حدتها وصلابتها. اتسجلت حالات قتل عديدة بسبب الشبنم، كان آخرها شاب في ولاية فلوريدا الأمريكية، لذلك محظور تماما الاقتراب من الأماكن اللي بيعيش فيها، لأن تواجدك بالقرب منه بيشكل خطر على حياتك، وده بسبب سلوكه العدواني وإنه بيهجم بدون تفاهم. وده كان نهاية فيديو النهاردة عن أغرب 5 حيوانات في العالم، وهسيب لكم في الديسكريبشن بعض المصادر والتقارير عن الحيوانات اللي ذكرناها النهاردة. وفي النهاية لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك، ولو حابين تتابعوا فيديوهاتنا الجاية اشتركوا في القناة، ونتقابل في فيديو جديد من تعجب. سلام.